السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير على خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم بإذن الله غنخدم معكم موديل رائع كيطلع دغيا دغيا وكيجي خطير في اللبسة. يمكن لكم ديروه في الجلابة أولا في القفطان، كيجي بحالو بحال المسلول، ما كتفرقيش عليه. هو الخدمة ديالو بحال المسلول، غير هو كيتخدم فوق الثوب، ما كنسلوش الثوب كيف كتشوفوا معايا. ويمكن لكم انكم كذلك تستغناو على دوك الوريدات اللي في الجناب، ديروا فقط داك الاطار اللي في الوسط كيف كتشوفوا معايا. هذه رشمه، خذوا ليها سكرين باش تبقى عندكم. ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو ما تنساونيش من لي لايك وخليو لي التعليق ديالكم كيف جاكم هذا الموديل هذا. وبطبيعه الحال اللي مازال ما اشتركت في القناه وعجبها المحتوى ديالي، مرحبا بك معنا في القناه. كيف كتشوفوا معايا جبنا الابره ديال الراندا، الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات مبروم مزيان. راه درت لكم الطريقه ديال البريم والانواع ديال الخيط اللي كنستعمل في الفيديو السابق اللي قبل من هذا. اللي مازال ما شافتوش تشوفوا. كنبداو كنطلقوا الخيوط ديالنا بهذه الطريقه هذه. خاصنا خيط البلاصه اللي طلعناها منه، البلاصه اللي غنهبطوها منه تكون مقابله مع البلاصه اللي الفوق، ما تجيناش الطريقه مائله ولا هذه، باش في التعمار ان شاء الله يجينا الاطار غادي نيشان، وما نخرجوش بطبيعه الحال على الاطار وما ندخلوش عليه، باش يجينا الاطار بنفس العرض وبنفس الحجم من الفوق لتحت. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الاطار ديالي كامل بالطليق ديال الخيوط. ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم نوريكم الطريقه ديال التعمار ديال هاد الخيوط هادو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله. هاد الفيديو هذا راه غادي نقسموه لجوج ديال الاجزاء. هاد الجزء هذا غنخدم معكم الاطار كامل، وان شاء الله الجزء الثاني غادي يكون على حساب هادوك الدولارات، وحتى حتى الهرم اللي في الراس اللي كتشوفوا في الريوسه ديال الاطارات، حتى هادوك غادي نخدمهم معكم حيت كيجيو زويونين بحالهم. يعني ملي كديري دوك الريوسه ديال الاطارات كيجيو بحالهم بحال المسلول، ما كتفرقيهمش عليه. يلا حبيباتي نخليكم مع كيفاش كنطلق الخيوط ونرجع معكم نبغي نعمرهم. وهنايا حيدت الابره ديال الرنده ودرت الابره المردومه. الابره المردومه هي اللي ما كيكونش عندها الراس. الخيط بطبيعه الحال راه كيبقى على 3 ديال الشعرات، وكنطلع الابره ديالي من التحت. كنخدم غير على جوج ديال الخيوط واحد المسافه اللي معينه غادي تشوفوها معايا. نقرب لكم باش تشوفوا معايا مزيان. انا كنخدم وانا كنهبط بالابره ديالي باش ديك الخدمه اللي كنخدم اولا داك التعمار اللي كنعمر ما يجيناش مفخفخ، جينا الخدمه مدكسه على بعضياتها ومتقونه، ما كتبقاش مرخيه. داك الاطار اصلا ملي كتكملوه في الخدمه واخا تصبان واخا تبقى عندكم شحال من عام ما عمرها تخسر ديك الخدمه. دابا غادي ننتقل نطلق من الخيط الاول، غادي نبقى شاده الخيط الثاني وغنخدمو مع الخيط الثالث. الاول غادي نطلق منه، غادي نبقاو غاديين بهذه الطريقه. كنعمروا واحد المسافه اللي بسيطه، غنخدم واحد الضريبات، كنعمروا واحد المسافه اللي بسيطه، ومن بعد كنطلق من واحد وكنخلي الاخر مشدود، وهكاك غادي طالعين حتى كيتكون ليا واحد المثلث. حنا هنايا خاصنا يبقى لينا مثلث فارغ من الوسط باش اننا نعمروه باللون الاخر. والطريقه ديال تعلم الاخوات اللي مبتدئات ضروري الا كنت يلا مبتدئه كتشوفي معايا وكتطبقي في نفس الوقت، باش بهكا الخدمه كتدخل لك لراسك، وحتى الا غلطتي حلي وعاودي حلي وعاودي حتى كتدخل لك الخدمه لراسك. هذه هي الطريقه باش اي اخت مبتدئه غادي تتعلم. اما الا جيتي انك تبقاي تشوفي فيا غير كيفاش كندير بلا ما تطبقي راه ما غاديش تفهمي. انا طلقت الخيوط، طلقي معايا الخيوط، بديت كنعمر في الخيوط، عمري معايا الخيوط، انتي غاده معايا دقه بدقه. حتى الا لقيتيني انا كنفوتك شويه حاولي انك داكشي اللي فهمتي وقفي الفيديو وبداي كتطبقي داكشي اللي فهمتي، ومن بعد كملي الفيديو باش بهكا الخدمه كتدخل لك راسك وكتفهمي حتى الدرس. وما تنساوش انكم تشاركوني التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام وصفحتي في فيسبوك، باش بهكا كنكونوا قراب من بعضياتنا وكنحس ان حتى الفكره كتوصلكم.
غادي نخليكم مع الطريقه ديال كيفاش كنعمر هاد الخيوط هادو، ونرجع معكم ان شاء الله ملي نبغي نخدم باللون الاخر. فرجه ممتعه. واللي مازال معايا في لا فيديو لدابا ما تنسيش لي لايك باش تعم الفائده للجميع والفيديو يطلع لاكبر عدد من الاخوات. شكرا لحسن المتابعه وفرجه ممتعه. الفيديو مازال خدام، ما تزابيوش.
واحد الملاحظة خاصكم انكم تركزوا معايا فيها، هو اننا خصنا هاد الضلع هذا يكون عندنا نفس العبار اللي خدمناه مع بعضياتنا. يعني مثلا عندي 3، شوفوا عندي مربع كيكون هو في الراس ديال المثلث، وفي الجوانب ديال داك المثلث كيكونوا 3 ديال المربعات اللي كنعمروا، وفي الراس كيكون واحد هو الرابع. ضروري انكم تركزوا في هذه القضيه هذه باش انكم ما تغلطوش. الحساب يجي هو هذاك باش مثلث يجي قد الاخر، ما يجيناش ناقص ولا شي حاجه. وهنايا جبت الخيط ديالي اللي هو الاخضر ملكي، حتى هو مبروم على 3 ديال الشعرات. البرا باقا نفسها، الابره المردومه. كنبدا كنهز خيط وكنعمر خيط. هذا الطريقه ديال التعمير ديالو سهله، لان كل ما كيعمر لينا واحد الخيط صافي كنكملوا دوك الخيوط اللي في الاول كنعمروا فيهم، كنطلقوا منهم وكنمشيو للخيوط الاخرين. كيعمروا لينا الخيوط الاخرين كنمشيو لدوك الجوج اللي بقاو لينا في الاخر. وغادي نخليكم مع الطريقه حتى الاخير. غادي نعمر معكم ان شاء الله هاد الخانه هذه، وباذن الله غادي نعمر هذوك المثلثات كاملين. يعني ما نخلي حتى شي مثلث خاوي ولا الخيوط باينين في شي مثلث، غنعمرهم كاملين باللون الاخضر. ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم في اخر الفيديو. ما تنساوش بطبيعه الحال وانتم كتفرجوا ما تنساوش تشاركوني التطبيقات ديالكم. الفيديو راه مازال خدام، ان شاء الله الجزء الثاني غادي نشاركه معكم من مور هذا الفيديو هذا بالتفصيل الممل ديال كيفاش خدمت هذوك النجيمات اللي في الجوانب، وكيفاش خدمت دوك الطريزات ديال الرباطي، الاهرام اللي في الريوس ديال الاطار. خليكم على فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه حبيباتي وفرجه ممتعه.